سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا على خير كاملين وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غندير معكم هاد الكيك بالشوكولا كيف ما تتشوفوا، اللي مسقيه بصوص كراميل. كتجي لذيذه بزاف، وداك الكراميل مع الشكلاط كيعطيها واحد البنه، كتجي بنينه. هاد الكيكه هادي تتجي رطبه بزاف، تتجي هشيشه. الا جربتوها غتبغيو تعاودوا تجربوها مره اخرى. غادي نحتاجوا ليها هنايا واحد 3 ديال البيضات اللي يكونوا بدرجه الحراره ديال المطبخ كيف ما تشوفوا. غادي نزيد هنا واحد الكاس ديال السكر سنيده ديال العنبه، وخديت فانيلا مع كاس ديال الزيت. غادي نجمع هاد المكونات، غادي نطربهم غير بالطراب اليدوي. تقدروا تستعملوا الكهرباء الا بغيتوا. زدت كاس ديال الحليب، وغادي نزيد عليه هنايا معلقه ديال نيسكافي اللي خلطتها معايا مع جوج ديال المعالق ديال الحليب. عندي هنا 2 كيسان ديال الطحين ديال الحلويات. خديت 2 شاصيات ديال الكاكاو المر، تقدروا ديروا 2 معالق كبار. خديت 2 خمارات كيف ما تشوفوا. ضروري تغربلوا الطحين ديالكم. غادي نزيد واحد 4 كاس حتى لنص كاس ديال الطحين، على حساب الطحين ديالكم واش تيشرب ولا ما تيشربش، حيت شي مرات كنلقاو الطحين اللي تيشرب لينا المكونات. تزيدوا غير بشويه داك نص كاس، ما تزيدوهش كامل في مره. صافي، هذا هو الخليط. شوفوا كيفاش تيجي بحال هكا سائل، ما تيجيش عاقد. صافي، ندخلوها الفرن على درجه الحراره 180 درجه. وانتم راكم عارفين الفرن ديالكم، عفوا طيبوا فيه الكيك ديالكم. هانتوما كتشوفوا الكيكه كيفاش جات، راها طابت. وانا تنسقيها هنا بهاد صوص كراميل اللي كنت حضرت معكم من قبل في فيديوهات سابقه، وهو ساخن تنخويوه هكا على هاد الكيك. عرفتوا راه تتجي رطبه بزاف بزاف، تتجي زوينه وكتجي لذيذه، تتجي معلكه مع هاد صوص كراميل. خديت هنايا واحد 2 دانيت ديال الشوكولا. عندي هنا واحد 11 قطعه تقريبا ديال الشوكولاط مربعات، اللي غادي نخويه هنايا في الوسط ديال الكيك. الا كان عندكم الكيك غارق بزاف من الوسط، المول اللي غادي نستخدموا به الكيكه، تقدروا تدوبلوا هاد المقادير ديال هاد الكريمه هذه اللي درنا مع الشوكولاط مع دانيت. صافي، والتزيين راه تيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا درت هنايا خطوط بالشوكولاط ابيض، كنتمنى تعجبكم.